الاقتراح ديال اليوم العسل المنزلي ناجح 100%. تحضروا به جميع المعسلات، ما كيحشمش كيف ما قلت لكم، ناجح 100% ومعلق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده وفي احسن الاحوال ان شاء الله. نبداو الفيديو بالصلاه على الحبيب عليه الصلاه والسلام. مبروك عليكم العواشر. هذا الشهر الفاضل يا ربي يدخلوا عليكم ان شاء الله بالصحه وباش ما تمنيتوا. واللهم بلغنا رمضان يا ربي، لا فاقدين ولا مفقودين. الله يرحم جميع الموتى والله يشافي جميع المرضى يا رب. انا كيف ما شفتوا معايا عفوا، كيجي معلك، كيجي صراحه زوين، كيصلح لجميع المعسلات شباكيه، اي معسلات كتحضروا بهذا العسل هذا. فواحد المكون اللي كيعطيه التعليكه. بقاو معايا في حتى لاخر الفيديو وغتكتشفوه معايا. الصراحه مني جربته، راه فين اللي شاركته معكم السنه اللي فاتت، هذه ثاني مره. فاش جربته الصراحه داك المكون اللي ضفت على العسل عطاها التعليكه وعجبني، جا زوين. بقى قابض في الشباكيه. حتى هاد السنه ان شاء الله حضرته بنفس الطريقه. نمشيو ان شاء الله المقادير وطريقه التحضير. بسم الله، نبداو على بركه الله. نحتاج هنايا عندي قالب ديال السكر من وزن 2 كيلو. عندي هنا حامضه غسلتها وقطعتها طرونش، وعندي عويدات ديال القرفه. والمكون اللي كيعطي العسل التعليكه كيجي الصراحه زوين. جربوه وردوا عليا الخبر، هي المسكه الحاره. انا مني جربته كيف ما قلت لكم السنه اللي فاتت عجبتني النتيجه. العسل جا زوين وحتى الشباكيه بقى قابط فيها، جات زوينه، جات شاربه العسل. ولا العسل ماشي كتديروه يعني من بعد ديك الشباكيه ولا شي معسلات تنشفوا، هذا كيبقى شاد، تيبقى قابط في الشباكيه بوشنيخه. اي معسلات حضرته بهذا العسل صراحه زوين، جربوه. انا صراحه فاش اول مره صادرته هذاك العام درت فيه المسكه الحاره، عجبتني النتيجه، ولات هذه الطريقه هي المعتمده عندي حتى هذه السنه. حضرته بنفس الطريقه. هنايا خديت قالب ديال السكر كما شفتوا معايا، خويت عليه ايطرو ديال الماء طايب لان كنت زربانه على العسل بغيت نحضره. نهار قالب ديال السكر كتضيفوا ليه ايطرو ديال الماء. نهار كنت نضيف انا الماء على السكر وكنخليه نسد عليه حتى النهار الاخر حتى كيذوب، عاد نديرو في طيب. دابا كنت زربانه، كنت غادي بغيت نوجدو ديك الساعه. دابا كنصور انا في الليل، ملي كنت باغا نحضر به بوشنيخه النهار الاخر. داكشي علاش ضفت ليه الماء طايب. انا راه عبرت ايطرو ديال الماء وطيبته وخويته على السكر هنا باش يذوب ليا دغيا، باش ما ياخذش الوقت. انا غادي نحاول نهرسو شويه، وعرفتوا دغيا مع الماء طايب دغيا غادي يذوب السكر. واخا حطيت لكم هذا الفيديو متاخر اللي مازال ما حضرش العسل يجربوا بهذه الطريقه. علاش تنشكر فيه وتنعاود لي صراحه جا زوين، كيجي معلك. هذيك المسكه الحاره كتعطي التعليكه زوينه. هنايا ضفت حامضه، هنا حامضه كامله قطعتها طرونش وعويدات ديال القرفه. هادو هما المقادير انا اللي كنضيف العسل. اما المسكه الحاره ما غاديش نضيفها دابا. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو، غير تبعوا معايا الطريقه وان شاء الله غادي يصدق لكم. اللي ما تصدقش لها العسل جربوا هذه الطريقه وغادي يصدق لكم ان شاء الله. يعني المبتدئات اللي لا اول مره غادي يحضروا العسل. انا كيف ما شفتوا معايا خليته شويه، راه بدا تيذوب صافي. هنايا غادي نسد عليه، غادي نحركو شويه وغادي نسد عليه صافي. وغادي نوضعو فوق النار. كتسدوا الكوكوط، كديروا الصفاره وكتشعلوا عليه العافيه. كتكون شويه مجهده في الاول حتى كتسمعوا الصفاره بدات كتصفر، كتنقصوا العافيه. لكن العافيه كتكون مهيله. كتخليوه 45 دقيقه، اما 40 دقيقه حتى ل 45 دقيقه. ولكن العافيه تكون مهيله باش ما يتحرقش، لان يتحرق يعطي فيه ريحه الحرق، ما غاديش يجي مزيان، ما غاديجيكم زوين في الشباكيه ولا في المعسلات ديالكم. كيبقى 45 دقيقه، عاد من بعد كتحلوا عليه وكتشوفوه. الا كان خاصو الطياب، كان خاصو شويه، راه كتعاود تشعلوا عليه. هنا بعد ما مرات 45 دقيقه حليت عليه، لقيته مازال خاصو شويه الطياب، عاود شعلت عليه كيف ما شفتوا معايا. مره كنحركو، كتحضيو معاه لي يتحرق ليكم.
يعطي في ديك النكهه ديال المروره. هنا باش تعرفوا بان العسل راه طاب. الحامض حتى يولي اللون ديالو بحال الكراميل. غادي تشوفوا معايا هنا في هاد المرحله هذه. هنا خديت المسكه الحره مع شويه ديال شويه ديال السكر حبيبات باش تدق لينا حيت ما تبغيش تدق. صافي عاد ضفتها هنا حتى الاخير عاد كتضيفوها. غادي نخليه مازال يطبخ شويه، مازال خاصو شويه طياب، وغادي نطفي عليه وغادي تشوفوا معايا في الاخير. من بعد ما طاب العسل كمل الطياب ديالو غادي تشوفوا معايا. غادي طرونج ديال الحامض اللون ديالهم كيفاش ولا باش تعرفوا العسل راه طاب. لانه ولا ما طابش ليكم ملي غتجيو ديروه في المعسلات ديالكم راه غادي يجمد ليكم عليها، غيولي بحال الثلج على الشباكيه ولا اي معسلات حضرتو. هنايا غادي نحيد الطرونج ديال الحامض. نشتو معايا اللون ديالهم كيفاش تيولي. حنا راه ما بينش مزيان كتنصور هنا بالليل. انا صورت الفيديو في الليل. نرى اللون ديال الطرونج ديال الحامض كيوليو بحال اللون ديال الكراميل. صافي راه كتعرفوا بان العسل ديالكم طاب. انا غادي نحيد دوك العويدات ديال القرفه وغادي نحيد الطرونج ديال الحامض. وغادي نجيب شي اناء فاش غادي نخوي العسل وتشوفوا القوام ديالو كيف تيجي. شوفوا ديك التعليكه الصراحه جا زوين كيجي معلك. جربوا الطريقه وردوا عليا الخبر، غادي ترحموني عليها. هنا راه مازال غادي يزيد يعقد شويه. عرفتوا الشباكيه كتبغي العسل يكون عاقد. هنا غادي نقرب لكم طرونج ديال الحامض حدا الكاميرا تشوفوا اللون ديالهم ولا مذهب. صافي هنا تعرفوا راه العسل ديالكم طاب. انا من قبيله تنقول لكم اللون ديال الكراميل. استسمح. غادي نجيب واحد الجبانيه فاش غادي نخوي العسل وتشوفوا ديك التعليكه وديك القوام، ومازال غادي يزيد يعقد شويه. هنا راه فاش كتخليوه يبات راه كيزيد يعقد، ما كيعقد على هكا. عرفتوا الشباكيه المعسلات كيبغيو العسل عاقد باش يشربوا العسل. كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم اللي يعجبكم. واللي مازال محضراش العسل تحضروا بهذه الطريقه غادي تنجح معاكم. اللي ما كيصدقش على العسل غادي يصدق ليها. وهذا المكون اللي قلت لكم كيعطي التعليكه. اللي وصلت حتى لهنا في الفيديو ما تنسانيش من واحد اللايك للتشجيع فقط. واللي عجبها المحتوى من طبيعه الحال ما تنسيش اختي تشتركي عندي في القناه فضلا منكم وليس امرا باش تكبر العائله. وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وهذا هو الاقتراح ديال اليوم. ان شاء الله غادي نشارك معكم بوشنيخه تي كتجي زوينه في الفيديو ان شاء الله الماجي. والى اللقاء.